دور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي والترجي التونسي. مباراه العوده طبعا كلنا تابعنا مباراه الذهاب اللي انتهت بفوز النادي الاهلي على الترجي التونسي في ملعب رادس او ملعب التتش بتونس بنتيجه 3-0. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي اكد انتصاره وتفوقه ويوصل للدور النهائي ان شاء الله، في انتظار الفائز من صن داونز والوداد المغربي. ان شاء الله تكون مباراه كبيره جدا بين عملاقين النادي الاهلي والترجي التونسي، لكن ان شاء الله باذن الله برضو النادي الاهلي يؤكد تفوقه وينتصر النهارده. وتوقعاتي المباراه كده سريعا ان شاء الله، يعني انا متوقع ان المباراه دي نتيجه مش كبيره، يعني ممكن تكون هدف او اتنين لاسباب معينه. طبعا ان مارسيل كولر هو مدرب واقعي جدا، الراجل ده يعني بيعرف من اين تؤكل الكتف وباقل مجهود، لان انتوا عارفين الفتره اللي جايه في ضغط كبير جدا على مباريات النادي الاهلي في الدوري المصري وبطوله افريقيا، فلازم ان هو يوفر مجهود للعيبه، وكمان عشان ما فيش حد يقع اصابات، فده مهم جدا الفتره الجايه ان يكون القوام اساسي. عشان كده متوقع ان مارسيل كولر هيبدا ضغط جدا، يسجل هدف يريح بيه اللعيبه ويبدا يهدى، عشان ان شاء الله نحاول ان نسجل هدف تاني. ودلوقتي هسيبكم ونخش الاستاد. ودلوقتي طبعا خلاص عدينا من البوابات وداخلين التالتة شمال، ده مدخل التالتة شمال، عشان ان شاء الله نستمتع معاكم مباراه الاهلي والترجي في دور قبل النهائي دوري ابطال افريقيا. ويلا بينا نخش المدرجات. ودلوقتي احنا في مدرج التالتة شمال في استاد القاهرة الدولي. نبدأ بقى ان شاء الله الفيلوج معاكم عن المباراة النادي الاهلي والترجي. اخيرا دخول الترومبيطه للتشجيع في مباراه الاهلي والترجي، يعني شيء جميل جدا ان انا اشوف الترومبيطه، لان طبعا كل المشجعين عارفين قد ايه ليها قيمه وقوه في التشجيع.
نهايه الشوط الاول، وزي ما توقعت وقلت في اول فيديو خالص ان النتيجه انا او يعني اللي هيرجح ان مارسيل كولر هيلعب بواقعيه، اللي هو هينزل ضاغط انه يسجل هدف وبعد كده يبدا يهدى بالريتم كتير جدا، وده عشان ان هو يحافظ على المخزون البدني للعيبه، لان الفتره الجايه انتوا عارفين في ضغط مباريات كبير جدا في الدوري، وان شاء الله بعد اسبوعين النهائي ان شاء الله. فهو الراجل عايز المباراه توصل لبر الامان من حيث ما يحصلش اصابات، كمان اللاعب بدنيا كمان ما تستنفذش معاه. فهو حتى الان ناجح في السيناريو بتاعه ان هو اتقدم 1-0 بهدف حسين الشحات، ودي يعني كانت حاجه طبعا يعني سيناريو ممتاز بالنسبه لمارسيل كولر. منتظرين نشوف الشوط الثاني ان شاء الله، وباذن الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يسجل الثاني والثالث وتكون مباراه ممتعه جدا باذن الله. ايه رايك في الشوط الاول بتاع المباراه؟ الشوط الاول كان نادي ماشي بشكل كويس، وان شاء الله الشوط الثاني هنجيب جولين كمان 3-0 ان شاء الله، والنهائي ان شاء الله لا ياخد. يا رب ان شاء الله. انا شخصيا متفائل على الرغم ان صن داونز فريق ككوره يعني انا بعتبره افضل فريق في القاره حتى الان، مبدئيا فريق بيلعب كوره اوروبيه، لكن انا متفائل ان الاهلي لو وصل للنهائي قصاد صن داونز ان شاء الله باذن الله يكون لقب من حظ الاهلي، لان في سيناريوهات في الكوره كده معروفه، يعني سيناريوهات في الكوره بتكون يعني شويه دراماتيكيه، وفعلا الاهلي صعد بطريقه دراماتيكيه. هو عامة الكورة ملاش كبير، ما حدش يعرف صن داونز هيصعد ولا لا. تمام فعلا الله اعلم بقى، بس الاهلي ان شاء الله كده في النهائي ان شاء الله. سيناريو البطوله بيقول كده، سواء الوداد او صن داونز في النهائي ان شاء الله البطولة بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله. انت بقى ايه رايك في الشوط الاول المباراه؟ الاهلي كان ماشي دعوه كويس، ماشي بشكل كويس، ان شاء الله الاهلي ثاني احسن ان شاء الله باذن الله. توقعاتك النتيجه؟ ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باذن الله. هو توقع 3-0 برضه 3-0، ودلوقتي نسيبكم مع الشوط الثاني المباراه. إذا نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي 1-0 كده بمجموع المباراتين 4-0. يتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفايز من مباراة غدا إن شاء الله بين صن داونز والوداد المغربي. زي ما توقعت إن المباراة دي مش هتكون فيها أهداف كتير، لأن مارسيل كولر راجل واقعي جدا. الراجل ده بيلعب يعني من أين تؤكل الكتف زي ما قلت، راجل عايز المكسب بأقل مجهود عشان يعني يوفر المجهود المباراة اللي جاية، وده اللي حصل بالظبط فعلا. الراجل خطف الهدف
بعد حظوظ نادي الترجي كتير جدا، وبعد كده خلاص بدا يهدي الريتم، خد اللي هو عايزه من المباراه، وبرده خرج بكلين شيت، وطبعا من غير ما يستقبل اي اهداف، ويحقق برده اللي هو التارجت مطلوب منه، انه طبعا من يوم ماتش سان داونز الاهلي ما خسرش، وده شيء جميل جدا، في تطور كبير لاداء مارسيل كولر واداء اللاعبين معاه. فالف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نلتقي في النهائي، وان شاء الله باذن الله البطوله ال11 تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. في النهايه لو عجبك فيديو حضرتك دي اول ما تتابعنا تدعمنا بانك تشترك في القناه، لايك فيديو وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار مجرد ما ننزل حلقه جديده. اشوفكم يا رب ان شاء الله في المباراه النهائيه. سلام.